السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من حكاوي من أمريكا. جمعة مباركة عليكم جميعا. لسه مخلصين صلاة الجمعة هنا في أتلانتا جورجيا. بصوا يا جماعة، الجامع دوت اسمه جامع الفاروق في داون تاون أتلانتا. جامع بصراحة أول مرة أصلي فيه في حياتي، تحفة. أول الجوامع اللي هي بتكون بالقباب وحاجات زي كده أنا ما شفتهاش قبل كده في أمريكا، يعني مش منتشرة. فخلينا ندخل نتفرج نشوف الجامع شكله عامل ازاي. جامع هيعجبكم جدا ما شاء الله. وفي كمان حد نطق الشهادة، حد مسلم جديد. بصوا يا جماعة، هنا دولا في غدا $10 الواحد. الناس بتاخد في نفس الوقت بتدعم المسجد بصوا المسجد ما شاء الله، من أكبر المساجد اللي أنا شفتها في أمريكا كلها. هنا مكان الأحذية، الوضوء. بصوا المسجد من جوه عامل ازاي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جميل جدا، وفي روحانيات وإيمانيات. صلاتين للجمعة. الصلاة الأولانية الساعة 2:15، الصلاة الثانية الساعة 3:10. صلينا في الصلاة الأولانية، والصلاة الثانية هتبقى بعد 10 دقايق تقريبا أو ربع ساعة. اللي انتوا شفتوه اللي هناك دوت هو المدخل. هنشوف المسجد. طبعا المصلى الحريمي هنا اهوت، ديت الجزء اللي هناك دوت المصلى الحريمي دوت، ودوت ظهر المسجد. ده ظهر المسجد. نشوف الظهر. خلينا كمان نشوف المدرسة بتاعة القرآن الكريم والجزء اللي عاملينه. زي ما انتم سامعين ابتدوا كمان الخطبة الثانية، الصلاة الثانية لصلاة الجمعة. ديت دار النور سكول تقريبا، ديت المدرسة هنا اهوت. مدرسة إسلامية تبع ملحقة بالمسجد. الحقيقة مش مسجد، ده يعتبر مركز إسلامي. وديت شوية لعب للأطفال وكده، ودوت ظهر المسجد. جمعة مباركة عليكم يا جماعة، وما تنسوناش من صالح الدعاء، وما تنسوش تصلوا على رسول الله وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.